السلام عليكم اخوات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده، ونتمنى يكونوا تعم الاستفاده وتكونوا كتستافدوا ولو بالقليل من هاد الدروس هادو. انا جيت نلبس معكم هاد الاميره هادي. درت الخيط، الحرير مبروم على السميه ديال الحرير مبروم، ماشي الحرير ديال القصبه. آه، جهه كازا جهة كازاستات كيقولوا ليه الحرير مبروم، الجهة ديال الرباط لا تيقولوا ليه ديمسي. المهم راه ديما كنوريه لكم في لي فيديو اللي قبل. هنا درتو على 6 شعرات المجموع 12، ما برمتوش، وكيف ما وريتكم في لي فيديو الفيديوهات السابقه كيفاش كندير ندخل الابره في هذيك العين اللي كتكون ليا، حيت كنكون كنلوي الخيط صافي. وكنبقى نخدم على هاد الطريقه هذه اللي راها واضحه في الفيديو صافي. يعني هنا حيت وصلت النص، يعني ديما كنبدا انا من النص، ما كنبداش من الجنب باش يجيو الغرز متساويه صافي. حيت خدمت النصف الاول، رجعت عاوتاني وخدمت النصف الثاني ديال الكسيوه ديال هذاك، يعني منين دايزه هذيك الكسيوه صافي. المهم راه الطريقه واضحه، اللي ما فهماتش شي حاجه ولا تقولها ليا في كومونتير ونجاوبها ولا ندير فيديو اخر. هنا بان ليا بحال كاين واحد شويه ديال لي سباس، كنعاود ندير غرزه اخرى، وهنا كننزلوا عاوتاني النصف الثاني، كننزلوا النصف الثاني وكنكملوا تنكملوا هذه الكسيوه ديالنا على هذه الطريقه هذه. يعني حيت بالنسبه للرباطي بحال هكا، غير حيت كيكون عندنا لي سباس صغيور، تيكون عندنا يعني سميتو دوك الضربات غادي يجيو صغارين. يعني الا كانوا عندنا الضربات طوال ولا هذا، راه ما كنخدموش هاد الخدمه هذه. الخدمه اللي غنديرو هي هذيك اللي غنخدم في لا جيب لتحت. هنا كيف ما كتشوفوا ما عقدتش الخيط، غير رتقته ودرت خيط اخر صافي. وهذه هي الطريقه باش غادي نرتق عاوتاني الخيط وغنخدم فوق الرباطيات صافي. هكا غتدرق ديك البلاصه هكا اللي فيها الخيوط. انا غنحيد هذاك داكشي اللي ديك الزوائد بالمقص ديال الفينيسيون. حاولوا ما تقيسوش الطرز ولا الثوب صافي. وغادي نكمل على الطريقه باش بديت هكذا صافي، حتى كيتدرقوا دوك الضريبات، وكيتدرق يعني الثوب حتى هو ما تيبقاش يبان. ونحاولوا نديروا غرز متساويه يكونوا بحال بحال. هانتوما ما كندخلش في هذوك الغرز اللي قبل، يعني تندير غير تحت منهم تنخرج الابره صافي على هاد الطريقه هذه حتى كنكملوا صافي. من بعد حيت كنكونوا كنفينيو ولا هذا، كنديروا ديك الغرزه الخلفيه. ولا هنا جيت ندير معكم هاد الغرزه هذه اللي كنديروا حيت كيكون عندنا هكا المساحه كبيره، تنديروا هاد الغرزه هذه سميتها غرزه السليسله، سنسله وقيله ولا سليسله ولا، يعني فيها انواع. غرزه السليسله فيها انواع. يعني هذه يعني كنديروا غرزه وكنعاودوا ندخلوا في النصف ديالها، يعني وكنخرج وكنعاودوا ندخلوا. هانتوما كنعاودوا نرجعوا فيها وكندخلوا في النصف ديال هذاك دوك الخيوط اللي عندنا. يعني عندي بحال دابا 12 الخيط صافي. كندخل فيهم بحال كتفرقيهم، بحال كندير 6 من هنا ولا 6 من هنا، ماشي ضروري نحسبوهم، يعني غير تتبان لك البرا خرجت في النص صافي. وكنخدموا على هذا الشكل هذا صافي. كنبقاو غاديين، يعني انا دابا هبط غادي نعاود نرجع، يعني غنعاود نطلع، يعني غنبقى نهبط ونطلع نهبط ونطلع حتى تكمل ليا الكسيوه على هذا الشكل هذا. راه الطريقه واضحه هانتوما. وبحال دابا الا خفتوا الخيط يتخبل ليكم ولا هذا، تعاونوا ديما كيف ما تنقول لكم ديما في الفيديو ديالي، تنقول لكم عاونوا باليد اليسرى، عاونوا بالابهام. هذه هي الطريقه الصحيحه، يعني باش نخدم انا. كاين اخوات اخرين تيخدموا بطرق اخرين، لكن هذه الطريقه ديالي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى يعني يكون الشرح واضح صافي. غادي نبقاو غاديين على هاد الطريقه هذه حتى غادي نكمل معكم هاد
هذا الشرح هذا. صافي البنات، هنا انا تعمدت نخلي هذا المقطع هذا في لا فيديو باش نوريكم، يعني راه تيتخبل ليا الخيط، يعني ما تيبقاش ديما مسرح ولا هذا. وهنا راه غير مزربه الفيديو، يعني حيت كيكون الخيط مخبل ولا هذا كنعطيوه شويه ديال الخاطر وشويه الصبر ونفكوه غير بشويه، راه كيرجع يتقد معانا. ما نتعصبوش، يعني بالنسبه للمبتدئات كاين اللي كتشوف الخيط ترجع لها بحال هكاك ولا تخبل ولا كتعصب وكتما يعني كتوقف وما تتبغيش تكمل. وهذا يعني من الاحسن شويه ديال الخاطر ونقادو الخيط بشويه صافي ونبقاو غاديين، يعني نسعفوا مع الخيط ونسعفوا مع البرا هكا حتى تطلع لنا طريزه زوينه ومتقونه. وصافي هذه هي الطريقه باش نعمروا هذاك المساحه اللي عندنا. صافي تنبقاو طالعين هابطين، الا بان لكم البنات شي فراغ ولا عاودوا ديري فيه واحد الضربه هكا، واحد الغرزه بحال الطريقه هذه اللي درت. صافي وغادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى نكمل الكسيوه ديالي. بالنسبه لدوك الغرز راه كل مره تنلقى ديك المساحه هبطات شويه كنعاود نهبط معاها. هنا كيف ما كتشوفوا قرب يسالي ليا الخيط، انا غادي نعاود نرتقو معكم هنايا في الثوب، وغادي ندير خيط تاني هنايا عاود ترتقت الخيط الثاني صافي. وغادي نبقى خدامه على هاد الطريقه هذه حتى غنكمل معكم. هنا من بعد ما كملت التعمار ديال الكسوه ديالي، هاد الفراغات هادو اللي تيبقاو ما بين الضربات وهذا كنديروا لهم الغرزه الخلفيه على هاد الطريقه هذه. يعني الحرير هنا راه برومتو على 3 الشعرات المجموع 6 صافي. وغادي ندوز بهاد الطريقه هذه. الغرزه الخلفيه خدمناها وعاودنا، وان شاء الله دابا نعاودها معكم في فيديوهات قادمه، نخصصوا ليها فيديوهات بوحدهم. هاد الغرز هادو اللي اساسيه في التطريز ديال الطاز الرباطي. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا درت في هذاك، دوزت في دوك فين تلاقاو ليا الخيوط مع بعضياتهم، وهنا في النهايه ديال الكسوه يعني باش تزيد لها واحد الجمال. و هانتوما هذه الطريقه باش خدمت هاد الكسيوه هذه. وهنا كيف ما كتشوفوا ديك الطريقه باش نخدم ليها، يعني بحال قلتوا اللون ديال الجسد. اختاريت هذا اللون هذا البيج،
بالدي ام سي. حنا هذا هو من تنقولوا الدي ام سي البته، الحرير ديال البته صافي. وغادي نخدم عاوتاني الغرزه الخلفيه على هذه الطريقه هذه. يعني غندير هادو لي بوين يكونوا شويه صغيورين، يعني هذوك الغرزات يكونوا صغارين شويه باش يجيو هكا، باش يجيو عاطيين ديكور زوين صافي. وغادي نخدم على هاد الطريقه هذه، يعني حتى غادي نسالي دوك بحال قلتي الكتاف واليديدات ديال هاد المونيكا ولا لا برانسيس اللي تتكون في الجلابه دابا ولا دايره ضجه صافي البنات. وان شاء الله في الفيديو القادم غادي نحط لكم الطريقه باش خدمت الشعر، طريقه زوينه بزاف. ومازال ان شاء الله غادي نخدم معكم فيديوهات بالنسبه اللي بغات تخدم مشروع ديالها ولا هذا بهاد المونيكات. يعني الطريقه ديال التعلام مازال ان شاء الله غادي نخدم معكم موديلات اخرين باش تعمروا الكسيوات، نخدم معكم الطرق باش نديروا الشعر. يعني ما كايناش غير طريقه واحده ولا، يعني كاين جوج ضفيرات، كاين ضفيره واحده، كاين بزاف ديال التسريحات. ان شاء الله غير الله يجيب الوقت والله ييسر الامور ان شاء الله نخدم معكم كلشي في يوتيوب. المهم هذه الطريقه يعني غير باش زعما راه درت لها الصبعان. المهم اللي بغات ديرها ديرها، ما بغاتش ديرها الطريقه هذه غير دوز نيشان بالغرزه الخلفيه. يعني غير تكملوا اليد نيشان عادي بالغرزه الخلفيه كيف ما موضح. يعني انا هذه غير طريقه درتها زعما راه كاينين الصبيعات مطويين وصافي. نتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح، والى فيديو قادم ان شاء الله.